سنة 67. بس دي ما تفرقش. ايه اللي نشأ جوه حضرتك من الفرق بين المظاهرتين؟ يعني كنت في مرة مسيحية ومرة مسلمة. بالظبط. بس اللي كان يعني بيتأكد ويتجذر في ضميري وفي قلبي وفي عقلي وفي مشاعري وفي كل حاجة إن أنا مصرية. أنا مصرية. لما كنت مسيحية أنا مصرية، ولما اعتنقت الإسلام أنا مصرية. أنا عنصري لم يتغير. عشان كده رديت مرة على الله يرحمه الرئيس حسني مبارك لما قال أنا حريص على عنصري الأمة. وعلى فكرة كانت أول مرة كنت بكشف فيها عن إن أنا اعتنقت الإسلام. يعني رغم التشويهات اللي حاولوا يعملوها لي الإخوان إن أنا أسلمت عشان عيون علي الشباشي، مع إن أنا اعتنقت الإسلام بعد 6 سنين من زواجي. 6 سنين في السنة السادسة يعني. وجوزي كان في السجن، هو نفسه فوجئ إن أنا. واعلنتي حتى ده متأخر قوي. نعم. اعلنتي اسلام حضرتك لا، الناس ابتدت تعرف. ما اعلنتش عمري. متأخر قصدي سنة 2010. متأخر سنة 2010. أيوة. يعني من 63 ل 2010. ليه بقى؟ لما حسيت انه الكلام اللي قاله الرئيس مبارك الله يرحمه كان هو كلام البريطانيين، الامبراطورية بتاعت فرق تسد. لما قال انا حريص على عنصري الامة، قلت له طب انا 56 نزلت صبية مصرية قبطية اتظاهر ضد العدوان الثلاثي، وأنا سنة 67 نزلت شابة مصرية مسلمة اتظاهر ضد العدوان الإسرائيلي. في الحالتين أنا فريدة، جيناتي ما اتغيرتش. يعني نقدر نقول إن فعلا خروجك ساعة العدوان الثلاثي وحضرتك قبطية تساوى مع خروجك ضد إسرائيل وحضرتك مسلمة. في الحالتين أنت مصرية. طبعا. عظيمة. لو قلنا إن من النجاحات اللي حضرتك عشتيها على مدار عمر حضرتك خرجتي بخريطة كده لتنفيذ أحلامك، ممكن تقولي لنا أسرارها؟ لا، أنا بلاقي إن الواحد لازم يبقى صادق في كل حاجة بيعملها. أول حاجة مهم جدا جدا الارتباط بالوطن، لأن الوطن هو الحضن، هو الملاذ، هو كل حاجة حلوة. بدليل المظاهرات بتاعة 30 يونيو كانت كلها للحفاظ على مصر وعلى وحدتها، اللي هي منذ فجر التاريخ زي ما قال برستت. قال إيه؟ قال إن مصر هي فجر الضمير. فإحنا دي لازم حاجة نهتم بيها جدا، ونحس إن كل حاجة بنعملها لازم تبقى فايدة لمصر، وتبقى عرفان بدور مصر في حياتنا، اللي إحنا يعني العالم كله بيتكلم عن حضارتنا. يعني ما احناش جايين كده. وهويتنا كمان، يعني هويتنا مهمة طبعا طبعا. عشان ينجح حتى بره في الغرب. أنا حضرت قوي الهوية بتاعتنا. أنا حضرت مرة فيلم وثائقي في الغرب، كانوا بيتكلموا عن الأهرام، فقالوا إن حتى هذا اليوم محدش بكل الإمكانيات وكل الاكتشافات العلمية قدر يتوصل إلى كيفية بناء الأهرام وإزاي